بعد اعظم كارثه في تاريخ البشريه، الحرب العالميه الثانيه، ظهرت قوتين امريكا والاتحاد السوفيتي، كان ما بينهم صراع، والصراع ده اتسمى بالحرب البارده، وصل لاقصى مرحله ليه في 1962، كنا على بعد خطوه واحده بس من حرب نوويه. الصراع ده ما كانش عسكري بس، الصراع ده وصل في كل المجالات، حتى في الشطرنج لما بوبي فيشر لعب تال في بطوله المرشحين سنه 1959. المباراة دي اتلعبت سنة 1959، وكان بوبي فيشر في الوقت ده عنده 16 سنة بس، وكان متصنف انه اصغر لعيب يحصل على جراند ماستر في تاريخ اللعبة، لحد ما ماجنس كارلسن كسر الرقم ده بعدها بفترة، وكان ميخائيل تال عنده 22 سنة. نرجع للمباراة، بوبي فيشر هو اللي بالقطعة البيضاء، ميخائيل تال هو اللي بالقطعة السوداء. بدأ بوبي فيشر ولعب الاي 4، اشهر الافتتاحات اللي انت ممكن ترد عليها الاي 4 اللي انت تلعب الاي 5، او اللي انت تلعب وتبدأ بالكاروكان في سي 6. فميخائيل تال في الموقف ده راح مسك بدأ السي، وراح مسكه لمدة ثانية، وراح مقدمه اللي هو خلاص بوب فيشر هيكتب ان هو لعب السي 6 وهيبدا كاروكان. بعد كده تال راح ضحك وراح مقدم البدأ بتاعه في السي 5. والصراحه الضحكه بتاعت تال بالدنيا كلها والله، فتعالى نرجع عليها تاني كده ونشوف رياكشن برضو بتاع بوب فيشر. جامد يعني، انا كل شويه اشوف الفيديو ده الصراحه عشان اشوف الضحكه دي بس. بوبي فيشر حتى بعد فتره هو ذكر الموقف ده، ان اشهر الافتتاحات في الوقت ده اللي هي كانت بتلعب كاروكان، ما حدش كان بيلعب سيليان ديفense اللي هو الدفاع الثقيل. حتى هو ذكر ده في مقابله ليه، كان هو بيشرح موقف ليه، فقال لك ان هو التاني رد عليه ولعب سي 6، وبعد كده ذكر موقف ميخائيل تاني. So I played e4 against Tal, pawn looking 4 against Tal, you know. I kad sam odigrao sa Taljem E4, And Tal played pawn here, you know. a Tal je došao pešakom do ovde. And he held it there, and he looked at I it, on you know. je držao tog pešaka, onda je u mene pogledao. He held it for, you know, some seconds. Držao je nekoliko sekundi. And then he went to c5. A zatim فدي فرصه حلوه ان احنا نرجع نشوف الضحكه بتاعت ميخائيل تاني. نرجع للمباراه، زي ما قلنا ميخائيل تال لعب السيلين ديفنس، ما لعبش كاروكان عشان يرد عليه الابيض ويطلع بالحصان بتاعه في الاف 3. ساعتها ميخائيل تال راح طلع بالبدأ بتاعه في الدي 6، راح الابيض راح رد عليه وراح لعب الدي 4، اكل ميخائيل تال، وبعد كده الابيض راح اكل بالحصان، راح ميخائيل راح طلع بالحصان بتاعه في الاف 6، يطلع بالنايت في السي 3، تال يطلع بالبدأ في الاي 6، يمنعه ان هو يطلع بالبدأ بتاعه في البي 5 يعمل تشيك للملك والحركات من دي، فبوبي فيشر راح طلع بالفيل بتاعه في السي 4. الاسود يطلع ببدأ الاي 6، بعد كده فيشر يرجع بالفيل علشان خايف من نقله البدأ اللي موجوده في الدي 5. راح تال راح لعب البدأ بتاعه في البي 5، ودي كانت اخر نقله من البوك في الموقف ده، علشان بوب فيشر يروح رد عليه ويلعب البدأ بتاعه في الاف 4. تال يلعب البدأ بتاعه في البي 4 مهدد اللي هو ياكل الحصان، الحصان يهرب في الاي 4، بعد كده تال ياكل البدأ اللي مش محمي اللي موجود في الاي 4، عشان في الموقف ده فيشر يروح مبيت، يروح تال يروح لعب البدأ بتاعه في جي 6. ومن النقله الجايه هيبدا ماتش ملاكمه، يعني كميه افكار رهيبه الصراحه من بوبي فيشر ضد تال، اللي هو تال كالعاده هو معروف عنه اللي هو بيهاجم وهجومي قوي، بس في المباراه دي يعني هو كان بيدافع بس، علشان بوبي فيشر يلعب البدأ بتاعه في الاف 5. هتقولي هنا ما هو عادي يقدر ياكله بالبدأ اللي موجود في الاي، يقدر ياكله بالبدأ اللي موجود في الجي، بس هو لو اكله بالبدأ اللي موجود في الاي ساعتها هيعتبر خسر، علشان الابيض هيرد عليه ويلعب له الفيل بتاعه في الدي 5 مهدد اللي هو ياكل الطابيه. لو انت فكرت ان انت تحمي الطابيه ساعتها هو يضحي بالحصان بتاعه، ليه؟ علشان يلعب الوزير بتاعه في الدي 4 يعمل دبل اتاك للطابيه دي او دي، فاحسن نقله ليك ان انت تاكل طبعا الحصان ده، ساعتها هو يلعب الوزير مهدد اللي هو ياكل الطابيه دي، مهدد اللي هو ياكل الطابيه دي. فتال شايف ده، فهو ما اكلش بالبدأ اللي موجود في الاي، فاكل بالبدأ اللي موجود في الجي، مستعد اللي هو يضحي بجناح الملك، ما عندوش اي مانع اللي هو يضحي بيه في مقابل اللي هو يوقف الهجوم بتاع بوبي فيشر، عشان بوبي فيشر يلعب اول نقله بريليانت موف ليه في المباراه ويلعب الحصان بتاعه وياكل البدأ اللي موجود في الاف 5. هتقول لي هنا ايه الفكره؟ ما هو يقدر ياكل الحصان ده وحصان ببلاش، ساعتها انت تكون خسرت حصان في بدايه الجيم. اقول لك هنا اللي هو يلعب لك الوزير بتاعك في الدي 5، عامل تهديد اللي هو ياكل الطابيه، هتحمي الطابيه اللي انت تلعبها في الاي 7، ساعتها يعمل لك نفس الدبل اتاك اللي احنا شرحناه في الموقف اللي فات. فتال شايف ده وقال له يا راجل ارحمنا، يعني هو مش عاوز يخسر في الدبل اتاك، فراح لعب الطابيه بتاعته في الجي 8. ساعتها بوبي فيشر راح لعب تاني نقله بريليانت موف ليه في المباراه ولعب الفيل بتاعه في الدي 5. هتقول لي هنا ما هو يقدر ياكل الفيل البلاش اللي موجود في الدي 5، ولو اكله ساعتها فيشر هيرد عليه وياكل بالوزير مهدد اللي هو ياكل الطابيه هتحميها في الاي 7. الحمد لله ما فيش فكره الدبل اتاك اللي هي موجوده في الوزير في الدي 4، بس في فكره اللي هو ياكل الحصان الموجود في الاي 4 عامل شكل الملك. وطبعا في الموقف ده الانتشار هيبقى احسن، يعني افضل النقلات للاسود اللي هو يطلع بالفيل، الابيض هيطلع بالوزير مهدد اللي هو ياكل الطابيه، وفي موقف احسن من الاسود. طيب تال عمل ايه في الموقف ده؟ تال ما اكلش الفيل اللي موجود في الدي 5 وراح محرك الطابيه بتاعته وحماها في الاي 7. ساعتها فيشر راح اكل بالحصان، ساعتها تال راح اكل الحصان اللي موجود في الاف
وبعد كده فيشر راح اكل البدأ ده عن طريق الفيل، وتال فكر في الانتشار ولعب الطابية بتاعته في الاي 7. عشان زي ما انت شايف في 3 قطع 4 قطع ما تلمسوش من بداية الجيم: الفيل، الملك، الوزير، الفيل والحصان. فتال لازم يلاقي حل الموقف ده، طبعا لازم ينتشر لو هو حابب اللي هو يكسب الجيم. بس بوبي فيشر في الموقف ده راح رد عليه واكل الفيل الموجود في السي 8. ساعتها تال راح اكل بالوزير، بعد كده بوبي فيشر راح منتشر بالفيل ولعبه في الاف 4 مهدد اللي هو ياكل البيدق بحمايه الوزير وبحمايه الفيل. فتال راح لعب الوزير بتاعه في سي 6 بتحمي البيدق اللي موجود في الدي 6 وبتهاجم على الحصان الموجود في الاي 4. ففيشر لازم يحمي الحصان ده عن طريق اللي هو يقدم البيدق، يلاقي اي طريقه ويحمي الحصان ده. بس في الموقف ده ما حماش الحصان وراح لعب الوزير بتاعه في الدي 3. وفيشر بيضحي بالحصان بتاعه اللي هو موجود في الاي 4. دي كده تالت تضحيه لفيشر لتالت قطعه. اول مره ضحى بالحصان بتاعه وتال رفض التضحيه دي وما اكلش بالبدء عشان كان هيخسر طابيه من الطابيتين. تاني تضحيه كانت بالفيل وبرده كان هيخسر الطابيه من الطابيتين وتال رفضها. تالت تضحيه تال قبلها واكل الحصان اللي موجود في الاي 4 في مقابل اللي هو عاوز يشوف الهجوم بتاع بوبي فيشر في الموقف ده، عشان بوبي فيشر يبدا الهجوم فعلا وياكل البيدق اللي موجود في الدي 6. لو انت حبيت تحمي الطابيه اللي موجوده في الاي 7 باي شكل من الاشكال فحب اقول لك ان انت هتخسر الجيم. فمثلا انت لو حبيت تحمي الطابيه بتاعتك وتلعبها مثلا في اي 6 هتخسر بتشيك ميت بعد 3 نقلات. اول نقله اللي انت تاكل البيدق اعمل تشيك للملك، الملك هيتحرك بعد كده يعمل لك تشيك وبعد كده ترجع ويعمل لك تشيك ميت في السي 8. هتقولي هنا مش هحرك الطابيه بتاعتي في الدي 6، انا عاوز افضل حامي البيدق اللي موجود في الاف 7 فهحرك الطابيه في الدي 7. ساعتها برضو انت هتخسر بتشيك ميت او هتخسر ماتيريال عن طريق اول نقله اقصد الطابيه في الاي 1 عامل تشيك للملك. لو انت غطيت بالفيل ساعتها انت منعت الحمايه دي، ساعتها تخسر بتشيك ميت بعد 3 نقلات. اول نقله بتشيك يغطي وبعد كده تشيك ما يقدرش يتحرك في اي مكان لازم يغطي بالفيل وبعد كده يخسر بتشيك ميت. تمام. هتقولي هنا انا مش هغطي بالفيل انا هحرك الملك، ساعتها هيرد عليك بالوزير. لو انت ما لعبتش الفيل بتاعك في الاي 7 وحركت الملك هتخسر بتشيك ميت بعد 5 نقلات. اول نقله اللي انت تلعب الطابيه ساعتها هيتحرك هتاكل الحصان محمي عن طريق الفيل، هتتحرك هيعمل لك ديسكفر تشيك بالوزير فهتضطر ان انت تتحرك بعد كده يعمل لك تشيك بالطابيه هتضطر ان انت تتحرك وبعد كده تشيك ميت بالطابيه بحمايه الفيل. هجوم جبار من بوبي فيشر في الموقف ده بس حله بسيط جدا وده اللي عمله تال في الموقف ده. اول لما بوبي فيشر راح اكل البيدق اللي موجود في الدي 6 ما فكرش ان هو يحمي الطابيه وراح لعب الوزير بتاعه في سي 6. طالب تريد وزير قصاد وزير، لو انت اكلت الوزير ده ساعتها انا هاكل بالحصان. بس فيشر شايف ان هو ممكن في موقف احسن، شايف ان هو ممكن يكسب، عنده فكره اخيره هينفذها بعد النقلات دي. ففيشر ما اكلش الطابيه اللي موجوده في الاي 7 راح اكل الحصان اللي موجود في البي 8. تال راح رد عليه وراح محرك الوزير في البي 6 عامل تشيك للملك، الملك راح متحرك بعد كده اكل الفيل وده اللي كان حاسبه فيشر في الموقف ده عشان فيشر يروح مكمل الهجوم ويلعب الوزير بتاعه في سي 6. عامل تشيك للملك وفي نفس الوقت مهدد اللي هو ياكل البيدق اللي موجود في الاي 6. في الوقت ده تال راح مغطي بالطابيه بعد كده رد عليه في تاني نقله من الهجوم وعمل له تشيك بالطابيه في الاي 1. تاني راح مغطي التشيك دي وراح لعب الفيل. بعد كده تالت نقله من الهجوم راح لعب وضحى بالطابيه بتاعته في الاف 7. في الموقف ده هو بيضحي بالطابيه بتاعته علشان لما ياكل تال هو ياكل الطابيه اللي موجوده في الدي 7 وساعتها هيكون كسب البيدق اللي هو اكله في الاف 7. وفعلا تال اكل الطابيه اللي موجوده في الاف 7 يقدر ياكل الطابيه اللي موجوده في الدي 7 بس هو جرب اخر محاوله اللي هو يكسب بتشيك ميت في الموقف ده ولعب الوزير بتاعه في الاي 6. عامل تشيك للملك، الملك هنا قدامه اكتر من مكان يقدر يتحرك فيه، يقدر يتحرك هنا او هنا او هنا، واحد بس صح 2 غلط علشان هو لو اتحرك هنا هيخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس وده اللي شايفه تال. فعشان كده لعب الملك بتاعه في احسن مكان وهو الاف 8. رد عليه بوبي فيشر واكل الطابيه اللي موجوده في الدي 7. بعد كده تال راح رد عليه وراح لعب الوزير بتاعه في الدي 6 حامل البيدق اللي موجود في البي، حامل البيدق اللي موجود في الاي وحامل فيل وطالب تريد وزير قصاد وزير عشان هو شايف اللي هو متقدم عليه بقطعه وشايف اللي هو ممكن يكسب الجيم في الموقف ده وهو فعلا عنده الافضليه تال في الموقف ده عشان بوبي فيشر يرفض التريد ويروح لاعب الوزير بتاعه في البي 7. يرد تال ويلعب الطابيه في الجي 6 بيحاول ان كل القطع يكون متماسكه ببعض كلها حاميه بعض عشان بوبي فيشر يروح رد عليه ويروح لاعب السي 3 طالب اللي هو ياكل وبعد كده ياكل بس تال يرفض ده ويروح مقدم البيدق في الاي 5. فيشر يرد عليه ويلعب الوزير عامل شكل الملك، الملك يروح هربان وبعد كده فيشر راح لعب الوزير في السي 4. بعد كده تال يروح لعب الفيل، فيشر راح اكل البيدق، تال ياكل بالبيدق، بعد كده فيشر راح مقدم البيدق بتاعه في الجي 3. في الوقت ده تال شاف ان ده انسب وقت اللي هو يعمل تريد وزير قصاد وزير فلعب الوزير بتاعه في سي 6. تقدر تاكل الوزير ده هو هياكل بالطابيه بس هو راح لعب الطابيه بتاعته في الاي 4 عاوز يضغط على البيدق ده، شاف ان هو لو اكل البيدق اللي موجود في البي 4 ساعتها هيقدر يبقى عنده فرصه اللي هو ممكن يكسب المباراه او ان هو يتعادل.
ففي الموقف ده راح تال راح اكل الوزير، بعد كده فيشر راح اكل الوزير ده عن طريق الطابيه، بعد كده تال راح حمل البيضه ده عن طريق الطابيه ولعبها في البي 6. طبعا هنا احنا في موقف اند جيم، فاحسن نقل ليك ان انت تشارك بالملك بتاعك. ففيشر راح لعب الملك، بعد كده تال لعب الملك، فيشر يلعب ملك، تال يلعب ملك، بعد كده فيشر يلعب ملك، بعد كده تال يروح لاعب الفيل بتاعه في جي 5، عامل تشيك للملك، لازم تغطي طبعا التشيك دي او تهرب، فهو هرب في الاي 2. تال راح مقرب من الطابيه ولعب الملك بتاعه في الدي 5، بعد كده فيشر راح مقرب بالملك حمى الطابيه، تال راح لعب الفيل هنا على المهدد اللي هو ياكل البدأ الموجود في البي 2، فيشر راح لعب الطابيه بتاعته في السي 2 حمى البدأ. تال يلعب الفيل في الاي 5، فيشر يلعب بالطابيه في الاي 2، بعد كده تال يلعب الطابيه، فيشر يرجع بالطابيه، بعد كده تال يعمل تشيك الطابيه بتاعته في الاف 3، بعد كده راح فيشر راح مقرب بالملك عاوز ياكل الطابيه ترجع تاني في الاف 7. الابيض راح لعب الملك بتاعه في الدي 3، الاسود راح لعب الفيل في الدي 4، بعد كده فيشر راح مقدم البدأ، محاوله منه اللي هو ياكل البدأ ده ياكل، وبعد كده يبقى في بدأ سالك ممكن يرقيه في الموقف ده، فتال راح مقدم البدأ بتاعه في البي 3 مهدد اللي هو ياكل الطابيه راحت هربت في السي 8. تال اكل البدأ الموجود في البي 2، ساعتها فيشر رد عليه وراح لعب الطابيه عامل تشيك للملك، الملك راح يتلعب في سي 6، بعد كده فيشر راح لعب الطابيه بتاعته محاوله منه اللي هو ياكل البدأ، راح تال راح رجع بالطابيه في الاف 3 عامل تشيك للملك، الملك راح متحرك في السي 4، بعد كده راح عمل له تشيك تاني في السي 3 محمي عن طريق الفيل ما تقدرش تاكل فلازم تتحرك، فراح متحرك في البي 4. تال راح مقرب الملك بتاعه من الطابيه في السي 7 مهدد اللي هو ياكل الطابيه، راحت الطابيه اتلعبت في المكان الوحيد اللي هو طبعا ما تقدرش تاكله فيه وتبقى على نفس الفايل واللي هو البي 5، ساعتها تال راح لعب الفيل بتاعه في الاي 1، فيشر راح مقدم البدأ بتاعه في الاي 4، وبعد كده تال راح مقدم البدأ بتاعه في البي 2، خطوه واحده بس يكسب التشيك ميت، وفي الموقف ده فيشر قرر اللي هو يستسلم. ليه بقى؟ علشان الابيض هنا قدامه حاجتين يقدر يعملها، يقدر يحرك الملك وياكل الطابيه اللي ببلاش موجوده في السي 3، ساعتها تال هيقدم البدأ في البي 1 ويرقي الوزير عامل تشيك للملك، فلازم تتحرك بالملك بتاعك، ولو اتحركت بيه ساعتها هيرد عليك ويعمل لك تشيك، هتتحرك قدامك مكانين تقدر تتحرك فيهم، اي مكان هينتهي بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الوزير في السي 6. طيب المكان الثاني اللي هو يهرب بالملك بتاعه في الاي 5، ساعتها تال هيلعب الطابيه بتاعته في السي 1، هيقدم البدأ في البي 1 وخلاص هيرقي. فاحسن نقله ليك في الموقف ده اصلا اللي انت تاكل بدأ وساعتها هو ياكل بالفيل، ساعتها تال هيروح لاعب طبعا الطابيه بتاعته وياكل البدائين دول ويرقي الوزير او يكسب تشيك ميت بالطابيه، يعني ده جراند ماستر. وبس وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. طبعا الحلقه للاسف كانت طويله شويه فانا اسف، بس هم لعبوا نقلات كتير جدا، يعني لعبوا 54 نقله كتير جدا. فيلا سلام، اشوفكم في حلقه جديده.